السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البارح خرج واحد البلاغ رسمي من الديوان الملكي اللي كيقول هذاك البلاغ اللي كيقر فيه الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه، اللي تبارك الله واحد الملك واحد رجل حكمة وبصيرة، لهذا حفظه الله وجزاه الله خير، بأن إخواننا الأمازيغ إن شاء الله غتولي عندهم واحد العطلة رسمية مؤدى عنها. فلهذا أقول هنيئا لجميع إخواني الأمازيغ داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن، اللي تبارك الله هذا النهار شدوا بواحد النضال ديالهم، لا من حقوقيين لا من أكاديميين لا من مثقفين، أساتذة جامعيين. بكل صراحة يعني هنيئا لهم من أجل هذا النهار، لأن ناضلوا من أجله بكل صراحة. وهنيئا لجميع المغاربة من هذه المملكة الشريفة، من طنجة العالية إلى القويرة العزيزة، على قبل هذا النهار هذا اللي تبارك الله هو النهار غادي نحتفلوا به مع خوتنا الأمازيغ بهذيك التقاليد الجميلة ديالهم وهذاك اللباس الجميل إن شاء الله. وهذاك النهار اللي غادي يكون عندهم تبارك الله مجموعين فيه الدراري الصغار والاسر ديالهم والقبيله ديالهم اللي كيتجمعوا فيه، يكون فيه واحد اللباس تقليدي مغربي امازيغي، وكيكون فيه المأكولات المغربيه الامازيغيه الاصيله. لهذا هنيئا لاخواني الامازيغ اللي هم تبارك الله واحد الناس النخوه، والناس ديال العزه، والناس ديال الكرامه، والناس ديال الثقه، وتبارك الله والناس اهل علم وجامع فيهم التدين، والناس اللي حامل كتاب الله. لهذا والناس اللي تبارك الله جمعهم كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنا بدوري العام الجاي بإذن الله اللي غتكون إن شاء الله ربما 2974 غادي احتفل معهم، واللي الشرف باش نحتفل بهذاك رأس السنة الأمازيغ ديالهم. لهذا هنيئا لإخواني الأمازيغ من شمال المغرب إلى جنوبه وخارج المملكة الشريفة. أخوكم هشام، عربي مغربي يحب أمازيغ وهذه المملكة الشريفة. شكرا لكم، السلام عليكم.